يا مساء الفل والجمال على عيونكم اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وعلى خير. يلا بينا نصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطيت الحله كده على النار ونزلت بمعلقه من السمنه، وكان عندي لحمه هنزلها هشوحها في السمنه ديت. الاكله اللي احنا هنعملها دي اكله برضو في الشتاء كده بتبقى حلوه، بس بنقولوا عليها الاكله المتينه يعني. تمام، وبعملها بطريقه مختلفه شويه. يعني اتفرجي كده لغاية اخر الفيديو، شوفي طريقتي، يا رب ان شاء الله طريقتي تعجبك بإذن الله. هنزل باللحمة اشوحها في السمنة، ممكن تحطي زبدة على حسب ما انت عندك، يعني المتوفر عندك طبعا بتشتغلي بيه. ونديها تشويحة كده حلوة مع بعض. هنا بقى كده زي ما انتوا شايفين، خلينا دايما بنقول ان اللحمة كنا زمان لما بنيجي نسلقها كان بيبقى حبهان ومستكة وورقة لوري وشوية ملح وشوية فلفل وخلاص على كده، وكان بيبقى طعم الشوربة بصراحة. بصوا زمان غير دلوقتي، اي حاجة زمان كانت غير دلوقتي، كل حاجة زمان كان لها طعم وكانت حلوة جدا جدا. انا بقى بغير معلش في الشوربة شوية عشان خاطر ولادي يشربوها، بحط عود قرفة، بحط ورق لوري، شوية من الحبهان، شوية من المستكة. بس مبدئيا مفيش حد طبعا بينسى الشوربة بتاعت زمان اللي هي زي ما قلت لكم، بالفلفل الاسمر والملح بس، ولا في قرفة ولا في اي حاجة خالص. عود القرفة ده بيغير من طعم الشوربة طبعا وبيخليها في حتة تانية. عبال ما يتشوحوا كده مع بعض بكون مولعة الكاتل بتاعي على المية السخنة علشان انزل على اللحمة بتاعتي مية سخنة. طبعا المية السخنة بتبقى افضل من المية الباردة. هنا بقى كده هبتدي انزل بالمية السخنة بتاعتي بعد ما خلاص كده اللحمة تمام. طبعا بننزل بمية سخنة بتغطي اللحمة بتاعتنا. طبعا كده انتوا عرفتوا احنا هنعمل ايه، هنعمل الفتة، بس هعملها بطريقتي انا. كل الناس بتعمل فتة من تحت عيش ورز بس. هنا بقى بصي، هاتي كده بصلاية وحطيها، وحطي بقى رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسمر، وسيبي النار متوسطة على اللحمة، ما تعليش عليها. لو انتي مفكرة ان لما بتعلي النار على الحاجة بتستوي تبقي غلطانة. لو حاسة ان اللحمة بتاعتك مش هتستوي هتحط لها لا رشة سكر لا نقاية من البلح. طبعا انا اللحمة عارفة الجزار اللي بتعامل معاه، فبسم الله ما شاء الله بيديها لي حلوة جدا، ما بتاخدش وقت في السوى. بس انا بس ايه بحاول اقول لكم على المعلومات اللي تفيدكم علشان خاطر ما تبقوش تقول لحمه جامده اخدت سوا، حاسه ان هي هتاخد سوا. زي ما قلت لك نقايه اهو من البلح كده، تقومي حطاها مع اللحمه هتسوي لك اللحمه بسرعه الصاروخ. وطبعا دي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، لازم نحمد ربنا ونذكره دايما على نعمه اللي هو بيدهنا. بجد ربنا سبحانه وتعالى بيدينا نعم حلوه قوي قوي قوي. طبعا بتبقي محتاره مع ولادك في الفته، تعالي بقى انا هقولك هنعملها ازاي. احنا الاسكندرانيه بنعمل الفته بالخل والثوم. طبعا اكتر الناس بتعملها طبعا المصراويه بيعملوها الصلصة، سوري أنا أسفة. عندي في الشرقية في البلد عند عماتي بيعملوها برضو بالصلصة. احنا بقى الاسكندرانية بنختلف شوية، بنعملها بالخل والثوم. هننزل معلقة من السمنة وهنكون دقين توم بملح كويس جدا، وهننزله في السمنة اللي انتوا شايفينها دي كده، هي معلقة محترمة كده. وهنبتدي ان احنا نشوحها تشويحتين كده لحد ما هتبتدي ان هي مثلا تاخد لون اصفر كده. مش عايزينها ان هي تتحرق ولا تاخد لون بني ولا اي حاجة خالص، هو يا دوبك بس تتشوح وتاخد اللون الاصفر. بلاش تحرقيها علشان طعمها ما يغيرش من الفتة بتاعتنا. اهو زي ما انتم شايفين، طول ما احنا واقفين كده هنديها تقليبة شمال تقليبة يمين علشان خاطر لونها ما يغيرش. ما تنسيش بقى يا بطة يا بس يا حلوة انت وهي تحطي اللايك بتاعي. هنا بقى كده لحقتها بسرعة، كانت هتاخد مني لون. بصوا بس انا خليتها اللون الذهبي ده كده، وهننزل عليها على طول بشوية من الخل كده زي ما انتوا شايفين. وكمان لو حابة حاسة ان الخل تقيل قوي او الخل مركز، ممكن تخففي الخل ده بشوية من المية، وهتبقى معانا كده خلاص. ادي الدقة بتاعة الفتة بتاعتنا بتاعة الاسكندرانية. ما كانش بقى عندي عيش، مسكت شوية كده من العيش اللي بيبات عندي بشيله في التلاجة، وبعد كده بطلعه بحمصه كده. الولاد ساعات بياكلوه مع الجبنة بيبقى حلو جدا. طبعا بقى مسكت شوية حمصتهم وقطعتهم لقطع صغيرة كده. يعني لو ما عندكيش عيش ما تقفيش، حمري شوية كده عادي. بقى اقولك على طريقة تخلي ولادك ياكلوا منك الفتة كلها على بعضها. الناس كلها بتبل العيش زي ما انتم شايفينه كده بشوية شوربة، ويقوموا حاطينه من تحت وحاطين عليه الرز. وفي ناس بتلخبط العيش بشوية رز وبعد كده تحط عليه رز من فوق. انا ولا بعمل كده ولا بعمل كده، لاني لما بيجي العيل يحط المعلقة كده في الطبق يطلع معاه الرز ويقوم سايب لك العيش تحت. فانا بعمل ايه، بحط شويه كده من الرز من تحت، طبقه من الرز كده من تحت زي ما انتوا شايفين. وبعد كده احط بقى العيش في النص،
على طول بعمل كده علشان خاطر ياكلوا الطبق كله، ما يسيبوليش اي حاجه، يعني ما ياكلوش الرز بس ويسيبولي العيش، ما انا هعمل ايه بالعيش؟ ما انا كنت بقى عملت لهم احسن رز وشوربه وخلاص. فاقوم حاطه بقى العيش كده في النص زي ما انتوا شايفين كده. الطريقه دي يعني امي ربنا يا رب يديها الصحه والعافيه هي اللي علمتها لي، على اساس ان الولاد ياكلوا الطبق كامل على بعضه. وهبتدي احط العيش بتاعي كده. طبعا بقى انا ولادي ساعات بيحبوها بالعيش ده، بس بيحبوها بالاكتر بالعيش المفرود ابو رده. بالعيش ابو رده بتبقى برضو طعمها كده مميز وبيبقى حلو جدا. تمام، ادينا رصينا العيش بتاعنا والدنيا تمام ومية فل وعشرة. عايزه اقول لكم ان الشوربه بالريحه بتاعتها بتاعه القرفه، عود القرفه ده بجد بيدي طعم حلو قوي. انا بحب احط هنا كده حبه كده من التوميه. طبعا دي على حسب الرغبه، في ناس بتحب تحط وفي ناس لا. وهبتدي ان انا احط طبقة الرز اللي من فوق كده، ونبتدي ان احنا نسويها بكده. اول ما هيحط المعلقة في الطبق هيطلع معاه رز من فوق ومن تحت بقى كده. يا ست الكل ادي طبق الفتة جاهز معانا. هنجيب بقى التومية بتاعتنا كده ونرش على الوش. انا بموت في التومية دي، بتبقى حلوة جدا جدا. بصوا هتحطي كده على الوش ورشة بقى من الفلفل الاسمر، يا سلام يا سلام. بص برضو بتودي طعم الفتة في حتة تانية شوية الفلفل الاسمر اللي على الوش دول. بجد بصوا الطريقة دي طريقتي، لو حابة حد يجربها يجربها ويقول لي ايه رأيه فيها، ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. هنا بقى كده خلاص حطينا اللحمة اهو على الوش، وبقى طبق جميل كده سخن كده ملهلب ريحته بقى قلبة الشقة كلها. يا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. وشكرا لكل اخواتي وحبايبي، واقول لكم السلام عليكم.